عندي حاجة عبر قناتكم بعلنها. اي بس حط على الصوت. والله الحاجاتك كثرت الليل. لا ما في. جاي محتمي كل هذه. جاي مطفي الانوار. والله انا عندي قصيدة، القصيدة هذه اوجهها للجميع لكن اوجهها للشعراء. جميع اللي عبر القناة هذه اقولها وانا مسؤول عنها. سلمت. اللي يطلع معناها وفي ذمتي ذي اللي يطلع معناها له 50,000 ريال. لا اله الا الله. الشعراء اللي يطلع معنى القصيدة هذه 50,000 ريال. اخاف حطيتها في ذمتي وامام المشاهدين. وانا كراجع اخاف المعنى في بطن الشاعر. لا لا الشاعر بيفعل. عبد الله من جاب هذا الحين لايف. يقول اي والله. طبعا عادي من الشباب عادي ها؟ اي احد. يلا يا شباب ركزوا. 50,000 ريال الحين. يا ابو وافي يا ابو وافي اعطونا صدى. ما راح اتكلم. ايوه ممتاز كذا. يا ابو وافي عساني ما انحرم من وقفة الوافين، رجال من عطاياها الكريمة تخجل الوافي، مثل شرواك لا شح الكلام وعجزت الكفين، وقف وقفة حشيم وقفته مثل الذهب صافي. لو اني من عيال اليوم لا وحده ولا ثنتين، نسيت اللي تقدمها الرجال العظم تكتافي، ولكني من ارباب الجمايل محزم الذربين، حداهم لا عطيته تملكه لو يرتجي الحافي، رجالا فاللوازم كالنهار كان بن حثلين، قصر عنهم كلام السافله والمخرج الهافي. ونعم انا لك وانت لي والمجد حنا واترك الباقين، جعل يفداك من يعطي الحاف ويسرق الحافي، نصيتك والليالي قاسيه والسيف ابو حدين، يبي له من يسله والظروف اسمان واعجافي، نصيتك لعنة بحي القصيدة اللي اعجزها الحين، ذخرته للظروف يسوقني في كل مشرافي، وش الحيلة وانا اللي من عشا البارح غديت اثنين، تناقض داخلي شخص يبيه وشخص متجافي، عشاي البارحة غالي ولكن بايت من سنين، غشاه من الزمان اللي غشاه وقلت له كافي، حداني الجوع لو كنت الكريم اللي كسى المسكين، من ثياب الكرامة ورثت من ماضي اسلافي، نموت ولا نقول المركب الهندي ابو دقلين، ترايا البحر وشراع السفينة بمر مجدافي، غشاك الموج لو ماني بيمك طاحت السكين على رقاب السنين وبين المستورة يا كافي، لو ان القلب قد ساق الدموع وبلل الخدين، فلا عيب على دموع الرجال تبين الخافي، لو ان السبت ما نسي الاحد ويقدر الاثنين يعيش الثلوث احلى ربوع بحضنه الدافي، ولكن طار عقله للخميس وشرهة المقفين على الجمعة اللي مد النهار لسبت الجافي. انت كيف تلعب يا شيخ؟ سلم ما عاد فيها سلام ما شاء الله تبارك الله. سديت عرفته 50 ما في احد عرف شيء. انا عرفته بس ما ابي له الخساره والله. من لا تحلف. ما ابي له الخساره. لا تعلقها والله لا تنشفها. الا من الشر. لا تنشفها. ناصر الرجال عنده دراهم يا الربع. لا حد الله يزيده. والله شوف صلى على النبي صلى على النبي. والله اللي بيدفعها ولونها شركه بس ما ابغى اتكلم ما اسوي دعايه. بالله عليك. اي والله. ايش هي؟ والله لا اللي بيدفع الفلوس اما انا والله ما طلع لي يدفع 50,000 والله اللي ما يمديها بدون قصور فيهم لكن عندهم اللي يكفيهم. ها يا شباب الحين قال الشركه ما يشرب بخسرانه. حلو خويكم طلع من الموضوع. طيب حد عنده جواب؟ حد عنده شيء؟ عرفت ابو سعد احنا ما ندري نبدا من عند ابو دقلين ولا من ايام الاسبوع ولا من والله اللي تبيه اللي تبيه لكن اسمحوا لي قبل يروح المايك عند سعيد خلوني حارشه. حارش الرجال حارش مارش. أنا جالس عند الوالدة الله يحفظها إن شاء الله يا رب يحفظكم ويرحم من مات يا رب آمين. وجالس أنا عند رجليها وأسولف أنا وياها، يدق علي أبو عبد الله الله يحفظه. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا مرحبا وش العلوم ها؟ قلت معنا روحة ولا معنا جية ولا معنا هبة ريح ولا أمسية ولا شيء. قال لا والله دقيت عليك أبشرك إني عقدت قراني وبشرك إني بتزوج. الله قلت والله انا طبعا شوف كاشخ قلت لا تخربون السالفه انا في دوجي لي اسبوع وانا اتحفظها. المهم قفلت قالت الوالده الله يحفظها من هو ذا اللي تبارك له؟ قلت الرجال ذاك ابو عبد الله الله يجزاه بالخير، ابشرش ان الرجال
بيعرس قالت ايه انك اكبر منها ب4 سنين. لا اله الا الله. ولا ذي ولا ذيك العين فيك انت قبله انت. قلت إيه طيب اقول بروح البقاله تبغون شيء؟ وانا في السياره ارسل له رساله ورطتني يا صديق العمر في حاجه الله. وفتحت بيبان من اول مقفلها. صحيح هذا قرار كنت تحتاجه، الله يقويك ويدربك يسهل. آمين. والشاعر اللي يقود الشعر بانتاجه اخاف ينزل عن القمه ويهملها. هذا كلام العرب والناس هراجه، وانا بري من سوالفهم وناقلها. خلك كما كنت في المغنى وفي الحاجه، لا ترفع القبعه ولا تنزلها. ان قالها الله شهر 7 بنتوجه، وابشر بصفا عليه العلم وزهلها. كفو يا مرحبا. رديت عليه. عد برق اللاح لعاجة. يا مرحبا. يا مرحبا عد برق اللاح لعاجة. يا سلام. يا كاتب اصدق بيوت الشعر واجزلها. هذا قراري وذا فكري ومنهاجه، وهذه الحياة تسلسل في مراحلها. فلا تخاف ورفيقك عند هداجة، من دون حده فلا يسلى ولا يلهى. الشعر له لذة والروح سجاجة، وبشرك قد خذيناها من أولها. فلا تخاف ورفيقك عند هداجة، من دون حده فلا يسلى ولا يلهى. وعرفت أنا وصفة الخفاقة وعلاجه، كم جهدي يا زايم أوجاعها وشلشلها. وترى الملك هيبته تبقى بلا تاجه، وشلون لو لبس تاجه زاد كملها. الله. طيب يا شباب. الله يديم الاخوه.